السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الموجوعين والموجوعات، الشتاء بدأ والعظم بدأ يوجع. تعالوا نعرف ليه عظمنا بيوجعنا في الشتاء بالأخص. لو بتحس إن آلام العظم تتكرر معاك في الشتاء أو بتزيد وقت البرد، ما تخافش، دي حاجة بتحصل لكتير مننا وأسبابها بسيطة جدا. لما الجو يبرد الأوعية الدموية حوالين العظم تبتدي تتقلص وتصغر في الحجم، وده بيقلل من تدفق الدم للعظم. ده بيسبب شد وألم ووجع في العظم. وكمان ضغط الهواء في الجو البارد بيزيد شوية، فبيزود الضغط على المفاصل وعلى العظم، وده بيزود الوجع بتاع عظمنا. كمان البرد بيخلي عضلاتنا مشدودة أكتر، وده بيزود الحمل على العظم والمفاصل، وخصوصا لو عندنا شوية خشونة. في شوية نصايح ممكن نعملها تخلي الوجع بتاع البرد في عظمنا يقل شوية. أول حاجة وأبسط حاجة إن أنا أدفي نفسي كويس، ألبس لبس تقيل شوية، دفايات تحت لبسنا العادي، ممكن ملابس صوف تحافظ على جسمنا من البرد. ممكن كمان نجرب بعض التمارين الإطالة أو تمارين الاسترتشات أو اليوجا، ده بيساعد إن أنا أعمل إطالات لعضلاتي ويخليها تتحرك أحسن ويقلل الحمل على عظمنا. كمان ممكن ننصح بشرب السوائل الدافية زي الشاي بالنعناع، شوية جنزبيل، ده بيحسن إن أنا أرفع درجة حرارة جسمي من جوه. وكمان فيهم بعض مضادات الأكسدة اللي بتقلل الالتهابات في العظم والمفاصل. وحاجة كمان ممكن ننصح بيها وهي كمادات المية الدافية. كمادات المية الدافية هتخلي الأوعية الدموية المنقبضة دي توسع تاني، تزود الدورة الدموية، تحسن الحركة الدم للمفاصل والعظم، وده بيقلل الوجع بتاع عظمنا. ممكن كمان قبل ما تخرج حاول تلبس لبسك على كذا طبقة، ده هيحافظ على حفظ التدفئة بتاع جسمك، وكمان يقلل وجع المفاصل وجع عظم. برد الشتاء مش لازم يبقى كله وجع، ممكن بعض النصائح البسيطة وبعض التمارين البسيطة تتجنب الوجع ده وتمارس حياتك الطبيعية عادي في الشتاء وفي الجو الساقع. كان معاكم دكتور محمد الجوهري، ودول كانوا كلمتين في العظم. مع السلامة.